وخلاص يا خالتي يا ام دياسكي، عرفنا ان النور قطع وانت وقعتي من على السلم، سمعتي المنطقه كلها صوت الاه. ايه يا حب يا بنتي؟ مفيش حاجه، الولايه ام دياسكي وقعت من على السلم، راحت عماله تصوت النور بيقطع والنور مش بيقطع، مع ان بيني وبينك بقى هي عندها حق، ولايه كبيره زي دي لما تنزل من على السلم بقول لك ايه، فين دلوقتي لما نشوف مين اللي بيخبط؟ خلاص يا العبابه يا الياما هتقوم، وانت يا سعاده الباشا اللي جوه انجز حالك كده اهو، عشان النور لسه قاطع عند خالتك ام دياسكي، يعني بالبلدي كده معاك ساعه زمن وتنزل تروح شغل. خلاص يا عم قلنا هنفهم. انا كشاف الكهرباء وشفت القرايه اللي على العداد وعليكم 650 جنيه. 650 جنيه الشهر ده ليه يعني؟ وبعدين انتوا بتقطعوا الكهرباء من 3 ساعات ل5 ساعات، وساعات بتوصل ل7 ساعات في اليوم، يعني بالبلدي كده اهو المفروض الشهر ده يبقى في الحنايه ليه 650 جنيه؟ يا فندم حضرتك بتزعلي ليه؟ انا مجرد موظف في الحكومه مش اكتر، لما بشوف قرايه العداد جايبه 100 جنيه بقول لك 100 جنيه، جايبه 200 بقول لك 200، جايبه 650 اقول لك 650. خلاص يا عم انت هتحكي لي قصه حياتك، صعبت عليا، اديني كعب الشهر ده. يا فندم مش هينفع اديك كعب، انت الشهر اللي فات كان 150 وقلت لي اديني كعب، والشهر اللي قبله كان 100 جنيه وقلت لي اديني كعب، الشهر ده يا فندم مش هينفع لو سمحت. يا نهار اسود ومنيل، 650 جنيه الشهر ده، وكمان قاطعين علينا الكهرباء، والشهرين اللي فاتوا واحد ب 150 وواحد ب 100 وما كنتش بتقطعوا الكهرباء اصلا. لا يا عم انا حاسبك على الشهرين اللي فات بتوع الكعبين، والشهر ده هاخد منك كعب. خلاص طالما هتدفع الشهرين اللي فاتوا الشهر ده ادولك كعب، خد يا باشا. 150 و100 ادي 250 جنيه، نسته مشرفه. انت يا باشا اللي جوه ما تكلمنا يا عم اي حد من زملاتك، يكلمونا اي حد من الكهرباء بقت بتغلى عليك. ايه يا عم انا سامع صوتك من جوه، انت عمال تزعق كتير كده ليه؟ وسمعت طرطيش كلام انك بتخانق مع موظف الكهرباء، ماله هو عمل لك حاجه؟ لا يا اخويا هو ما عمليش حاجه، وبعدين هو حد يعرف يعمل لي حاجه؟ وانا اخويا بسم الله ما شاء الله عليه، هو كل الامر وفيما فيه ان موظف الكهرباء جه بيقول لي 650 جنيه الشهر ده، والكهرباء قطع اصلا طول الشهر ب5 و6 ساعات، دي اول بوينت. تاني بوينت لما الكهرباء تقطع وواحده زي ام دياسكي عندها فوق ال 50 سنه تقع من على السلم، حرام ده ولا حلال؟ وبعدين في ايه؟ ما تخلي يا عم الناس تحس بينا شويه، ولا تكلم حد من زملاتك تقول لهم اللي احنا اتقرفنا يا جدع. واقول لك على حاجه كمان، سيبك من احنا يا عم بننزل الشارع وبنسيح، في ناس ثانويه يا عم مش عارفين يذاكروا، لما الكهرباء تقطع بال6 وال7 ساعات هم هيذاكروا ازاي؟ طب هنفترض يا عم ان هم هينزلوا يذاكروا على لمبه بجاز او هيولعوا شمعه، الناس المريضه يا عم، في ناس تعبانه بتركب انابيب اكسجين، في ناس تعبانه ما بتطيقش الحر، في ناس بيبقى عندها ضغط وسكر وقلب لازما على الاقل مروحه صغيره يهووا بيها على نفسهم، في ناس عندها بال60 وال70 سنه ما بيعرفوش يناموا بسبب الكهرباء اللي بتقطع دي. تمام، حلو ده، كمل سامعك، قول كل اللي في قلبك. سامعني؟ ليك حق طبعا تكلمني بطريقه، انت يا دوبك تصحى من النوم تغسل وشك تنزل تلاقي العسكري فاتح لك باب العربيه ويوديك مكتبك، وطبعا الكهرباء ما بتتقطعش عندكم، وطبعا قاعد في تكييفات، الكهرباء بتتقطع عندكم ازاي؟ وانت بسم الله ما شاء الله عليكم الكهرباء ما بتتقطعش غير على الناس الغلابه اللي زينا وبس. وطبعا لو مش مصدق كلامي يا حبيب قلب اخوك هتلاقي 1000 واحد في كومنت يقول لك ان انا كلامي كله صح. مكتب وتكييف، تمام، حلو قوي ده. انا عارف ان هلاقي 1000 واحد في الكومنتات بيقول ان كلامك صح، بس في شويه حاجات كده انت لازم تفهمها. تعالى لي جوه على الصاله عشان افهمها لك. يا نهار اسود ومنيل، ده هينفخ امي. اخواتي اكتبوا له في الكومنتات ان انا كلامي صح، وهنزل لكم الجزء التاني.